أفريقيا 2006 كانت البطولة الأصعب على الجيل ده، لأنها جات بعد إخفاقات متعددة للمنتخب، المنتخب أخفق في بطولة 2000 و2002 وآخرهم كانت 2004 مع الكابتن محسن صالح، وبعدها دخل في إخفاق تاني في الصعود لكأس العالم 2006 مع المدير الفني الأجنبي تارديلي اللي ما كملش التصفيات وكمل بعد منه الكابتن حسن شحاتة. كابتن حسن شحاتة عمل ساعتها قائمة للمنتخب ضمت أكتر من لاعب كان فيها علامات استفهام كتير، على راسهم غياب حازم إمام، وعلى راسهم أيضا انضمام بعض اللعيبة اللي كان عليهم علامة تعجب كبيرة زي محمد عبد الوهاب اللي ما كانش أصلا أساسي في النادي الأهلي، لأن كان وقتها باك شمال النادي الأهلي هو جilberto الأنجول، انضمام الكابتن حسام حسن اللي كان وقتها عنده 42 سنة. المنتخب دخل البطولة دي في مجموعة ضمت 3 منتخبات، منتخب ليبيا، كوت ديفوار، المغرب، والرابع كان مصر. أول ماتش كان ما بين مصر وليبيا انتهى 3-0. المنتخب بدأ الماتش ده بتشكيل يضم عصام الحضري، إبراهيم سعيد، عبد الظاهر السقا، وائل جمعة، باك يمين محمد بركات، باك شمال محمد عبد الوهاب، في نص الملعب محمد شوقي واحمد حسن، قدامهم محمد ابو تريكه، واثنين مهاجمين احمد حسام ميدو وعمرو زكي. بعدها المنتخب قابل منتخب المغرب. في الماتش ده الكابتن حسن شحاته عمل تعديل في التشكيل، لاعب احمد فتحي باك رايت ولاعب محمد بركات رقم 10 تحت راسين الحربه، وغير عمرو زكي وبدا بعماد متعب. الماتش ده خلص بالتعادل السلبي واتعقدت الحسابات لانه كانت كوت ديفوار وقتها 6 بونت ومصر 4 بونت والمغرب عندها نقطه واحده. المنتخب بعدها راح يلاعب كوت ديفوار، الماتش خلص 3-1 وكان في هدف جميل جدا لمحمد ابو تريكه. بعدها المنتخب راح دور الثمانيه لاعب الكونغو الديمقراطيه، ساعتها المنتخب كسب 4-1. بعدها المنتخب راح لماتش السنغال وده كان ماتش صعب جدا لان منتخب السنغال في الفتره دي كان منتخب قوي جدا وعنيد خالص. الماتش كان المنتخب اتقدم 1-0 وبعدها السنغال اتعادلت وبعدها حصلت الحادثه الكبيره، الخناقه اللي تمت ما بين الكابتن احمد حسام ميدو والكابتن حسن شحاته لما ميدو رفض ان هو يخرج واعترض على التبديل. نزل ساعتها عمرو زكي وفي اول لمسه مع اوفر من الناحيه الشمال محمد ابو تريكه عمل له عمرو زكي سجل الهدف الثاني وصعدت مصر للنهائي، وساعتها مصر قابلت كوت ديفوار في النهائي. ماتش النهائي ما كانش زي ماتش مصر وكوت ديفوار اللي كان في دور المجموعات، لان في دور المجموعات كوت ديفوار كانت ضمن الصعود فريحت بعض اللعيبه، ولما كوت ديفوار لعبت مصر في النهائي لعبت بالفول تيم. الماتش كان صعب جدا، كان في فرص كتيره لكوت ديفوار وتالق من عصام الحضري، وكان في فرص برضه لمنتخب مصر. في اخر دقيقه في الماتش او في الوقت الاخير مصر جالها ضربه جزاء وضيعها كابتن احمد حسن. رحنا بعدها لضربات الترجيح، مصر قصاد كوت ديفوار. ضربات الترجيح دي شهدت تألق كبير من عصام الحضري اللي سد ضربتين جزاء، منهم اول ضربه اللي كانت من ديدييه دروجبا. المنتخب ساعتها سدد 5 ضربات جاب 4 وضيع واحده. الاربعه اللي سجلوا بالترتيب احمد حسن، محمد عبد الوهاب، عمرو زكي، واخر ركله كانت لمحمد ابو تريكه، والركله الوحيده اللي ضاعت كانت لعبد الحليم علي. البطوله دي كانت بدايه تعارف للجيل التاريخي ده مع الجمهور المصري وظهور لعيبه كبيره قوي زي محمد ابو تريكه، محمد عبد الوهاب، محمد شوقي. اللعيبه دي ما كانتش معروفه للجمهور المصري على انها لعيبه دوليه كبيره، اكدت دورها وزعمتها في البطوله دي اللي كملت بعد كده في اكتر من بطوله في 2008 و2010 وكاس القارات في 2009.